الامتحان الوطني ما بقى ليه والو، والخلعه بدات كتزيد بعد ما حيدنا جبل الصناعه. في هذيك القصه اللي فاتت بزاف منكم كيشوفوا الفلاحه بحال شي غابه صعيب انه يخرج منها، كدوخ بين القمح ديال الميريكان والروز ديال الصين والبقر ديال البرازيل، وكيوليو يبانوا ليك بحال شي طلاسيم. اليوم غنفرتكو هاد الشي كامل، وفي هاد لا فيديو غنعطيك الساروت اللي غيخليك تجاوب على اي سؤال في الفلاحه ديال هاد الدول الكبرى بحال شريبه ديال الماء. ركز معايا مزيان، حط معايا داك الستيلو وافتح عقلك، راه الجغرافيا غير قوالب وفهمها. ويلا نبداو على بركه الله. ونبداو على بركة الله بالمظاهر ديال قوة الفلاحة في هاد الدول. تخيل معايا هاد الدول بحال شي فيرمات عملاقة كيتنافسوا شكون انه يعمر السوق العالمية. فين ما يتحط ليك هاد السؤال على مظاهر قوة الفلاحة لأي دولة فيهم، الجواب ديما راه واحد وما كيتغيرش: ضخامة وتنوع الإنتاج النباتي والحيواني، واحتلال مراتب متقدمة عالميا. وباش تبين للمصحح أنك فاهم ومميز على باقي التلاميذ، غتعطيه بلايص ديال هاد الفلاحة بطريقة ذكية. في ميريكان وفرنسا الفلاحة مفركسة في الوسط والسهول الكبرى، حوض باريس في فرنسا والسهول الوسطى في أمريكا. وفي الصين والبرازيل الفلاحة ديما هربانة للشرق والجنوب، حيت تما كينشتاو الأراضي المزيانة. وباش تسد ليهم الفم لوح ليهم شي مثال ساهل: الروز في الصين، الصوجة والقهوة في البرازيل، والقمح والذرة في ميريكان وفرنسا. شفتي؟ ها هو قالب واحد جمعنا به العالم كامل. سالينا من المظاهر، اجي معايا دابا نشوفوا العوامل. دابا كيفاش هاد الدول ردوا الفلاحه كتدخل الملاير. هذه هي اللي كنسميوها عوامل القوه. هنا غنلعبوا على جوج حوايج: الطبيعه والفلوس. من ناحيه الطبيعه هاد الدول بربعه، ميريكان والصين والبرازيل وفرنسا، محظوظين، ربي عاطيهم سهول شاسعه ومناخ متنوع، يعني كيزرعوا اللي بغاو وفي اي وقت بغاو. اما السر الحقيقي وهو العامل التنظيمي والتقني، هو الاكري بيزنس. هذه هي الكلمه السحريه اللي غتخلي المصحح انه يعطيك النقطه كامله ويزيدك نقطه ديال الاحترام. الفلاحه عندهم ما بقاتش بالبالا والفاس، ولات شركات كبرى، تراكتورات كيخدموا بالجي بي اس، بحث علمي واعر كيطور الزريعه، والدوله كذلك كتعاون الفلاحه بالدعم والكريديات. ايوا ها هي العوامل ساليناها بلا ديك الجريده ديال الحفاظه. واخيرا غندوزو للمشاكل. راه واخا هاد الفيرمات الكبار كيدخلوا الزباله الفلوس، حتى هما عندهم كوابيس كطير ليهم النعاس. الا سولوك في الامتحان على المشاكل والتحديات، حط ليهم هاد الثلاثه ديال الحوايج اللي كيصلحوا ليهم كاملين وعينيك مغمضين. اول حاجه شناهي؟ هي فخ فائض الانتاج، انهم كينتجوا بزاف كتر من القياس وكيحصلوا بالسلعه ما كيلقاوش لمن يبيعوها، خصوصا ميريكان وفرنسا. ثانيا المنافسه الشرسه، كل شي باغي يسيطر على السوق العالميه وكل واحد كيقول انا واعر. ثالثا قساوة الطبيعة والبيئة، بحال الجفاف والفضيانات وتدهور التربة، حيث كيهلكوها بكثرة الأسمدة الكيماوية. سالينا المشاكل في ثلاثة ديال السطورة. ايوا ها انت شفتي دابا الفلاحه حتى هي طلعات غير قصه فيها ابطال ومشاكل. بحال هاد القوالب اللي عطيتك غتدخل الامتحان الوطني وانت كتلعب بالورقه وغتجاوب وانت مرتاح. هاد الايام بقات بغيتك تكون فيها واحد البطل، خدم بذكاء ماشي بالجهد والتعب الخاوي.